تخيلوا معاي ريحة الزبدة والثوم وصوت السالمون وهو يتحمر، وكل هذا بصوص ليموني برتقالي كريمي بيغمس القلب قبل المعدة. خليكم معاي خطوة بخطوة نعمل سوا ألذ وصفة سلمون ممكن تتخيلوها. أول خطوة، رشينا الفلفل الأسود والملح على السلمون من الجهتين، وبرشنا عليه برش برتقال وليمون لمس. على طاولة دافئة وخشب داكن جهزنا مقلاة ثقيلة على نار متوسطة، حطينا فيها ملعقة زبدة ومعلقة زيت زيتون وخليناهم يسيحوا ويتجانسوا. نزلنا السلمون بحذر الجلد لأسفل وتركناه يتحمر لحد ما أخذ لون ذهبي مشهي. قلبناه على الجهة الثانية وكملنا طبخه لمدة 4 دقائق لكل جهة. شلنا السلمون مؤقتا وحطينا بمكانه الثوم المفروم وقلبناه ثواني حتى طلعت ريحته. أضفنا برش الليمون، عصير البرتقال وبرش البرتقال، وخلينا الصوص يغلي شوية ويتكثف. رجعنا السلمون على المقلاة وسط الصوص المغلي ورشنا عليه الصوص بالملعقة وهو يغلي. شهي لا يوصف. زينا السلمون بشريحة ليمون وشريحة برتقال على الوجه. هيك بيكون عندنا سلمون ذايب مشبع بنكهة حمضيات طازجة. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس واكتبوا لي تحت